السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ من قناة بحييكم ولكم مني مليون تحية. ويلا نصلي على النبي، كل من له نبي صلى عليه المصل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. زي ما انتم شايفين كده، كانت حتة لحمة عندي فقطعتها مكعبات، ودي حتة دهنة طلعتها من اللحم برضه قطعتها حتت صغننة كده. طب هنعمل بيها ايه؟ يعني هنستخدمها كمادة دهنية. زي ما انتم شايفين كده حطيتها في الطاسة، وهحط نقطة زيت او معلقة سمنة. يعني مش هتكتري برضه المادة الدهنية، لان الدهن هينزل معاكي إيه يعني يعمل مادة دهنية معاك، هتزيد يعني. تمام، يعني معلقة زيت او معلقتين او معلقة سمنة. ونزلت بكمية اللحمة بتاعتي، ممكن تبقى حتة صغيرة، ممكن ربع كيلو، ممكن 8 كيلو، حسب عدد افراد الاسرة. وقطعتها مكعبات زي ما انتم شايفين كده، واشوحها بقى في المادة الدهنية اللي انا حطيتها دي لحد ما تاخد اللون البني، او لونها يتغير من اللون الاحمر يعني للون اللي انتم شايفينه دوت. وهتنين اقلب فيها لحد ما تاخد اللون اللي وصلنا له ده. بعد ما بتاخد اللون ده، هي بتبقى نزلت السوائل اللي فيها الميه ديت. انا ما ضفتش ميه لسه، بصي دي سوائل نازله من من اللحم. تمام. بعد ما شربت السوائل بتاعتها بقى، حطيت ملح وحطيت فلفل اسود، وقلبتها كويس وهنزل بالميه المغليه. هنحط ميه مغليه ونسيبها تستوي. هي كده لسه ما استوتش. تمام. كده غطيتها بالميه وهسيبها تستوي بقى لحد ما تشرب ميتها. طبعا الطاسه صغيره عليها، فقمت قلبها في الحله وهسيبها تستوي لحد ما تشرب ميتها خالص وتقطع حته اللحمه معايا. لازم تستوي اهي. كده بدات تستوي معايا برضو، هسيبها لحد ما تشرب السوائل بتاعتها او الميه اللي انا ضفتها. تمام. طبعا احنا لسه ما بهرناش وما حطيناش ملح، برضو لسه فيها تظبيط وفيها حاجات هتتحط. كده بسلق بقى حبه مكرونه، نص كيس مكرونه او كيس مكرونه حسب برضو عدد افرادك. انا عملت مكرونه سباكيتي، ممكن تعملي اي نوع مكرونه انت عايزاه، وبرضه هقول لك بديل المكرونه ايه واحنا مع بعض كده في الفيديو. كده اللحمه بتاعتي كانت شربت السوائل بتاعتها، او سلقت المكرونه وشلتها بقى، صفيتها من ميتها في المصفى. هكمل سوى اللحمه. كده كانت اللحمه بقى شربت ميتها خالص اهيت. وشوفي الماده الدهنيه طلعت على الوش ازاي، مع اننا مش ضايفين ماده دهنيه كتير، بس الدهون بتاعه اللحمه كمان نزلت معانا مع الماده الدهنيه الاولانيه اللي احنا حطيناها. فاديتك نسبه كتير ازاي، يعني بتزيد. يعني تحاولي ما تكتريش في الماده الدهنيه في اكلك، عشان في اللحوم بالذات بالذات بتنزل ماده دهنيه. كده حطيت فص توم بقى، وهحط فلفل الوان اخضر واصفر مقطعه قطع برضو كده، وكله برضو بحوره مع اللحمه وتقلبيه. تمام. كده بظبط بقى حطيت طماطم. انا مزوده الطماطم لان معانا مكرونه. حطيت ملح، حطيت فلفل اسود، هحط كزبره جافه، هتحط بهارات لحمه، دي بابريكا، وهقلب كله مع بعض وتظبطي بقى ملحها. تمام. دي كل البهارات اللي احنا حطيناها والفلافل والطماطم، وزودت كوبايه ميه. كله يتقلب مع بعضه للميه عشان الطماطم تعمل صلصه معايا. وهحط برده معلقه صلصه واقلب كله مع بعض، وتظبطي الملح والفلفل بتاعك، وتظبطي الدنيا بتاعتك كده. تمام. كل تمام. وطبعا كنا حاطين بصل يعني والثوم والفلفل والتوابل. ده كل اللي احنا حطيناه. كده بظبط الملح برده بعد ما ضفت الميه، لازم تبقى ملحها مظبوط. طبعا ما فيش كميات، لان الكميه حسب العمايل، فبتدوقي الملح. كده انا كنت بدات بقى تشكشك كده. احنا زودت الطماطم ليه؟ عشان انا هحطها على المكرونه تبقى صلصه للمكرونه. طب انت لو مش هتعمليها على مكرونه، يعني ممكن في الوصفه اللي انا عاملاها دي تعملي معاها مكرونه وتعملي معاها رز. طب انا مش عايزه مكرونه ولا رز وهاكلها بالعيش، هتقللي الطماطم، هتحطي طماطميه واحده مع الفلافل مع الثوم مع البصل بس، حسب كميه اللحمه اللي انت عاملاها. برضو عامله كتير عامله قليل، حسب عدد افرادك زي ما بقول لك، وتظبطي دنيتك كده. كده انا حطيت المكرونه وحطيت عليها اللحمه بتاعتي. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ولو وصلت لكده بقى، طبعا ده اللي عايز ياكل بالعيش اهو لوحده، وبالمكرونه ماشي، بديل المكرونه الرز. ما تنسونيش باللايك، واللي بيشوفني لاول مره كده يخش ويشترك ويشجعنا عشان نكبر كده، وعشان عيله مليكه تكبر. ما تنسوش اللايك، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب لمطبخ مليكه. وبكده اقول لكم استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.